اللهم يا ربنا ويا مولانا في هذا الشهر الكريم نسألك أن تجعلنا من الشاكرين والذاكرين وأن تهدي قلوبنا وأرواحنا إلى الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مساء الفل عليكم يا ولاد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص شهر رمضان على أبواب، كلها 30 يوم ويهل علينا الشهر الجميل. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وبالتوفيق لما تحب وترضى. طبعا أنا كنت بعمل تفريزية لحمة وفراخ علشان الشهر الكريم السنة دي غير ولا لحمة ولا فراخ. لو ربنا قدرنا يبقى هنجيب اليوم بيومه. التجهيزات هتبقى ايه؟ عبارة عن شوية خضروات وحاجات للتوفير. أول ما أي حاجة، الفلفل اليومين دول رخيص في السوق، على طول يبقى هجيب الهريسة واعملها. فصصت حبة توم كده محترمين، واليومين دول كمان متوافر التوم الأخضر نزل في الأسواق ب25 وب30 جنيه. هتعملي ايه؟ أنا بجيب الفلفل الأحمر ده، أنضفه كويس خالص من جوه واشيل البذور وكل حاجة، وأقطعه بضربه كويس جدا في الكبة. بصوا، بيفضل معايا طول السنة، طول الموسم اللي مش موجود فيه الفلفل الأحمر بيكون عندي في الفريزر. بعمله بارد، بعمله حراق. بصوا متاح جدا، يا دوبك اطلع معلقتين واحط عليهم، لو مش حاطه توم احط عليهم التوم، واخلل بقى بتنجان، ازوده بقى في اكلات، في خلطات، اي حاجة عندي معتمدة. الهريسة سواء باردة او سواء حارة. بصوا هنا انا ضربتها، هحط عليها شوية من الخل وشوية من الملح ومعلقة من السكر، وبس كده يبقى الهريسة معايا خلصانة. انا بعمل الهريسة على الساقع وبشيلها في الفريزر، ما بحطهاش بقى على النار وتاخد معايا وقت وسوا، لا. الهريسة دي جميلة جدا وبتفضل معاكي يعني في الفريزر لوقت طويل جدا. ولو حتى حطيتي البطرمان بتاعك، قسمتيها بطرمانات وحطيتي بطرمان صغير بره في التلاجة، بيقعد معاكي لحد شهر وما بيجرالوش اي حاجة. حطي على الوش زيت واحتفظي بيه على الرف في التلاجة، مش هيجراله اي حاجة. وبالشكل ده يكون عملت معاكوا هريسة الشطة. طبعا بقى الحبايب الحلوين اللي انا بحبهم يعني، ومش ببخل عليهم اي حاجة، يا ريت يا ريت يا جماعة انزلوا اعملوا لايك للفيديو ده وتعليقاتكم. اللي جرب وصفة ينزلها، واللي ما جربش يجرب. والله صدقوني انا مش بنزل الوصفات الا لما بكون متأكدة منها ومجربوها. في ناس كتير الله يسامحها بيعملوا نص كيلو برغل على كيلو الا ربع لحمه. اتقوا الله شويه، دي مش وصفات توفير، دي خراب للبيوت والله العظيم، لان ولا طعم ولا اي حاجه. حرام بجد، الناس بتجرب وراكم. اتقوا الله في اللي انتوا بتعملوه وبتقدموه. اللي بيقدم محتوى لازم يا جماعه يراعي ربنا، لان دي حاجات بتتجاب وبتتجاب بفلوس غاليه جدا. واللي بيجيب الدهن وبيحوله لسمنة بلدي اعملوا بيها قرص وكحك، راعوا ربنا. ازاي دهن نحوله لسمنة بلدي؟ الدهن واللي بتتسيح وبنطبخ بيهم عادي جدا، لكن بنعمل بيهم قرص وكحك مش علشان تجمعوا مشاهدات فيك يبقى انتوا تعملوا كده في الناس. والله بتخسروهم، حرام جدا. راعوا ربنا في اي محتوى بتقدموه. بالشكل ده نكون قدمنا معاكم الهريسة. نروح بقى للسبانخ. السبانخ اليومين دول رخيصة، هنجيبها ونفرزها. جبت الكمية اللي أنا عايزاها من السبانخ. والخضرة اللي أنا هحطها الكزبرة. الكزبرة أنا باخد الورق بتاعتها مش الأعواد. هنقعهم هما الاتنين كويس جدا في مية، وأفضل أغسل فيهم كتير لحد ما وأطلعهم ويتصفوا، وبعدين هقطعهم. بس كده يا أم مالك. هجيب بقى مية مغلية، هسيبها تكون بتغلي كويس جدا، وبعدين هسقط السبانخ. هتاخد تقليبة زي ما انتوا شايفين، تقليبة في المية السخنة، واكون مجهزة معايا مية ساقعة. ماشي. حاجة تاني، هحط سنة من الكربوناتو. حطيت الكربوناتو ومعلقة من السكر وهقلبها كده. وكده خلاص معايا السبانخ. هحطها بقى ايه؟ في مية. بصوا صفيتها وهحطها في مية ساقعة. مية ساقعة أم مالك، ايوه المية الساقعة دي علشان توقف اكتمال سوى السبانخ وما تخليهاش معايا تسود. لازم على طول بعد ما تنزليها، هي ما بتغليش، انت يا دوبك بتنزليها في المية المغلية وتحطي عليها السكر والبيكربونات، وخلاص على كده. طلعيها بقى، تحطي سايبة عليها بقى، احنا طبعا في شتاء والمية بتنزل متلجة من التلاجة. هحطها لحد ما تتصفى، وبعدين هحطها عندي في اكياس في الفريزر. على حسب الاكله بتاعتك، عايزه تحطي في الكيس نص كيلو حطي، عايزه تحطي في الكيس بتاعك على قد الطبق بس واحد غدوه. بصوا جميله جدا ومغذيه جدا للاطفال، مليانه بالحديد للناس اللي عندهم انيميا.
بس كده يا أم مالك، بس فرّزتهم، هي دي كمية حلوة جدًا، أنا بس مفرّزاهم على قد شهر، وإن شاء الله أمّا أنزل هاجيب تاني وهاوريكم هاعملها إزاي. أنا على فكرة الفيديو ده متأخّر يا جماعة، هينزل لكم متأخّر، أنا كمان بعد ما خزّنتها عملت منها. طبعًا كلّنا بنجيب عيش فينو، العيش الفينو بيفيد مننا رغيف، رغيفين. باعمل إيه، أم مالك ما بتسيبش حاجة تعدّي منها، مش هاروح أجيب كيلو فيجيتار ب30 جنيه والّا ب40 جنيه، والّا كيس الفيجيتار ب5 جنيه أو ب7 جنيه، مش فاكرة هو بكام يعني، يا ريته ب5 جنيه والّا ب7 جنيه وهيقلي لي مثلًا ربع كيلو بانيه، لأ ما بيكمّلش، هُم معلقتين 3 في الكيس وخلاص على كده. أنا باعمل إيه، العيش اللي بيبات عندي باقطّعه كده شرايح، يا إما بافتفته بإيدي وأحطه عندي يتهوى شوية وبعدين أقوم حاطاه في الفرن. ده بقى نتاج مشوار كبير يعني من الفينو، كنت باسيبه لحد ما بينشف، كل ما أعمل حاجة في الفرن أحط بدالها الرغيف، ما كانش عندي وقت إن أنا أعمل إيه، إن أنا أقطّعه ولا أكسّره، فكان كل ما عندي فينو يتبقى وأكون مشغّلة الفرن أحط الصينية في الفرن تتحمّص شوية. هنا ضربته في الكبة ونعّمته ونخلته كمان ما بقاش فيه أي حاجة خشنة، هانزل عليه بالمكونات التالية. إيه هي بقى المكونات؟ أنا حطيت مرقة دجاج بودر، حطيت بابريكا، حطيت بهارات فراخ، حطيت حبهان وورق لورا مطحونين، توم باودر، بصل باودر. كل المكونات دي عندي بُصّوا بتدّي طعم حلو جدًا. عندِك فلفل أسود، برضه ضِفت فلفل أسود. بُصّي، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، إيه تاني، كاري، بهارات فراخ. يعني بُصّي ضبّطته مرقة دجاج وملح صيني بيدّوا له بُصّوا يعني بيخلّوه أكنه زي الفيجيتار اللي جاي من برّه، كمان هاضيف دقيق وهاضيف نشا. بُصّي بالشكل ده بقى معاكِ الفيجيتار اللي هو جاي من برّه، ولا تقولي بقى هاروح أجيب فيجيتار من برّه ليه، طب ما أنتِ عندِك عيش في البيت، عادي تدوير حاجات كتير من اللي موجودة عندِك في البيت هتوفّر عليكِ. بما إن خلاص دلوقتي ما بقاش في أصلًا بانيه نجيبه، البانيه ب210 وب215، والله أعلم هيبقى كام، بس يعني حتى لو جبتِ ربع كيلو بانيه فمش هتجيبي ب30 جنيه فيجيتار ولا ب15 جنيه فيجيتار، هيبقى الفيجيتار موجود عندِك. خلاص كده هتستبدليه بقى في حاجات كتير تستخدميه، هتعملي بيه قرنبيط، هتعملي بيه حاجات كتيرة جدًا. بتعملي بالفيجيتار قرنبيط، باعمل بيه قرنبيط وباعمل كفتة القرنبيط بتبقى حلوة جدًا. آدي بقى دي سلسلة توفير، جربوها واعملوها، صدقوني هتوفر عليكم كتير جدًا. حطوه في برطمان واحتفظوا بيه وقت طويل. واكمل بقى معاكم سلسلة التوفير. عندي ربع كيلو من الفول نقعته، ومثلا قيمة 4 معالق من الفول المدشوش برضو منقوع. عندك قمح برضو بتجيبيه وتنقعيه معاهم، وبعدين تحطي المكونات دي مع بعض. يبقى قمح لو متوفر، ما كانش عندي، وعندك فول مدشوش، وعندك الفول اللي هو الصحيح، وعندك طماطمايه جزرايه. آه، ده الاساسي اللي انا احطه يستوي مع بعض في الاول. اما بقى في الاخر معايا معلقتين من العدس على معلقة كبيرة من الرز. هحط المكونات دي على بعض وهحط عليهم كمان مية مغلية. حابة تقطعي الطماطماية قطعيها، مش حابة هي كده كده يعني هتتهري في السوا، لان هياخد وقت طويل جدا على النار، يعني مثلا هياخد 4 5 ساعات. بس كمرته بقى بمية مغلية، او حطي مية عادي من الحنفية، وسيبيهم يغلوا مع بعض. اول ما يغلي حطي بقى على الهادي يا زبادي، سيبيه بقى مع نفسه، بس راعي كل شوية شوفي لو نقصت عليه المية هتضيفي ايه، هتضيفي مية مغلية. كده بقى خلاص هو دخل معايا في السوا، يعني فاضل له قيمة مثلا نص ساعة او ساعة. وبعدين هقوم ضايفة عليه معلقتين من العدس ومعلقة من الرز. كده بقى بالنسبة لي، وهياخد نص ساعة، ساعة الا ربع لحد ما يدوب الرز والعدس، ويبقى ما شاء الله احلى فول تاكليه بيتي نضيف، مش جايباه من بره محطوط عليه الوان غذائيه، مستوي بحاجات احنا ما نعرفهاش، ولا فيه ريحه شياط ولا فيه اي ريحه، طعم زي ما بيتقال كده، زي ما بيقول الكتاب، زبده. اخر حاجه بقى بتختمي بيها وانتي بتشيليه من على النار، اللهم اجرنا من النار، بتعصري عصره ليمونه علشان يفضل معاكي الفوله فاتحه وجميله. بعد كده بقى بحطهم، انا بخزنهم بقى في اكياس وبشيلهم معايا في الفريزر على حسب استخدامي. طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو، طبعا لايك للفيديو، انزلوا اعملوا مشاركة ليه لاصحابكم وحبايبكم. صدقوني انا ما بعملش حاجة الا ما بقدمها بكل صدق وامانة، كلها وصفات مجربة، ويعني
اعتمدتها من سنين زي ما بيتقال كده، حاجات مضمونة وعاملاها بكل حب وبكل صدق وأمانة وباقدّمها لكم. طبعًا ما تنسونيش بقى دعوة حلوة منكم، شيّروا الفيديو زي ما قُلت لكم، لايك، اشتراككم الجميل اللي هيسعدني وينوّرني وينوّر أسرتي. طبعًا دي سلسلة توفير هاقدّمها لكم إن شاء الله بإذن الله، ده مش آخر فيديو لسلسلة التوفير، في سلسلة متواصلة. أشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.